اللي ولا الاتحاد الاشتراكي غيقدم الناس اللي هما جهال باش يترشحوا للبرلمان ويترشحوا للقياده وهذا. وانا براسي ما نقول لكم بالسلامه عليها، لان ما نبغيش شي واحد يترأس من مورايا تكون جاهله حتى من القيم ديال الاتحاد الاشتراكي. فلهذا انا كنسحب وكنحرق الورقه ديالكم والله يعاونكم. سيعقد المكتب السياسي اجتماعا مع أعضاء المجلس الوطني والأخوات والإخوة أعضاء الكتابة الإقليمية، وركز، الأخوات والإخوة أعضاء الكتابة الإقليمية، وذلك يوم السبت 13 فبراير بمدينة برشلونة على الساعة 3 بعد الزوال. وعليه نطلب من إخوتكم التعبئة والمساهمة في إنجاح هذا الاجتماع لما ينتظرون من مهام نضالية للتواجد الكبير لجاليتنا بهذا البلد، وأيضا للأهمية العلاقات بين إسبانيا والمغرب. وتقبلوا أخي أختي تحياتي الخالصة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكاتب الأول، توقيع إدريس الشحال. إذا بناء على هذه الرسالة فهو أنه كان توجه نتاع الأخ الكاتب الأول باعتباره أنه مؤسسة حزبية، أننا نحيو التنظيم من جديد. بالفعل جات أسبوع من بعد الرسالة جات الأخت فاتحة سداس في عضو المكتب السياسي وشرفت على اجتماع في أعضاء المجلس الوطني وأعضاء الكتابة الإقليمية الذين لم يقدموا استقالتهم من الحزب، وبمحضر حضر الجميع وتم التصويت على الأخت عائشة كموسيقى، حازت على 5 أصوات و2 صوتوا ضدها، وكل ذلك مسجل في محضر رسمي بحضور عضو المكتب السياسي. أنا ذاك من بعد أسبوع هي استدعتنا إلى اجتماع آخر من بعد أسبوع، ونفاجأ أنها ترفض شخصا معينا للحضور الاجتماع بدعوى أنها هي ما باغياش. أنا ما نجتمعش معها، ما كيجينيش على كانتي. هذا كان اجتماع استثنائي ولا كان اجتماع دوري؟ لا، هذا الاجتماع كان دوري، أول اجتماع غير بيناتنا، يعني من بعد ما أننا هي انتخبت ككاتبة كموسيقى إقليمية في إسبانيا. إذا هادو هما التبريرات اللي بقات تعطينا. أنا ما باغياش. وتم الاجتماع بعدم حضور هذا الشخص؟ لا، هذا الشخص حاضر ولكن لم يتم الاجتماع. رفع الاجتماع وتم نقله إلى مدينة أخرى، مشاو اجتمعوا في طراغونة. إذا هذا السلوك، أنا عندي طبيعة اتحادي، هذا السلوك لا يمكن أن يقبل، وخاصة أننا طلبنا جميع التوضيحات. علاش؟ لماذا؟ بل أكثر من ذلك أنها هي مجرد موسيقى، وأنها تجاوزت حتى السلطة نتاع الكاتب الأول للحزب باعتباره مؤسسة، والرسالة هي واضحة في هذا المجال. إذا عضو المكتب السياسي هي المشرفة، ولكن والأسف لم نتلقى أي جواب، وتماهت بحكم علاقة اقتصادية علاقة اجتماعية بينها وبين هذه السيدة. يعني ما بقاش علاقة حزبية، علاقة تنظيمية، أصبحت علاقات خاصة من نوع آخر. أول حاجة، أنا باعتباري عضو اللجنة التحضيرية لم أخبر إلا بحوالي 9 أيام قبل انعقاد المؤتمر، والإخبار كان من أجل تقديم مساعدة وصياغة أوراق، الورقة التنظيمية، الورقة التوجيهية، ومجموعة من الأوراق. طلبت مني كل هذه الأشياء، وبطريقة محترمة كتبتها وقلت لها لا يمكن أن أساهم في هذه الأشياء من ناحية أخلاقية، لأنك تقولين بأنك صافي راك وجدتوا لهذا المؤتمر، وغادي يجي هذا العبد الضعيف طارق السلام وغادي يوقف وغادي يطلع فوق يعني الجهد اللي داروه مجموعة نتاع الأخوات والإخوة. أخلاقيا لا أقبلها. ومن ناحية التنظيمية أنا همشت في جميع المراحل، والآن كتجي تقولي لي أجي دير معنا، أجي صوغ معايا الأوراق. ما غير يعني إخوان اللي كنعرفهم قلال
من مجموع المؤتمرين اللي كنعرف شخصيا كانوا 7 ولا 8 هما اللي كنعرفهم. كباقي المؤتمرين مشيت ناخذ البادج ديالي والملف. التقيت بالاخت عائشه قالت لي ما محققش تاخذ البادج، انت ماشي مؤتمر. قلت لها الاخت عائشه اعتقد انه لم تستفيدي شيئا من الاتحاد الاشتراكي ومازال ما قريتي حتى القانون، لا القانون الداخلي والاساسي ديالو. انايا لدي صفه مؤتمر بحكم القانون الداخلي باعتباري عضو اللجنه التحضيريه وعضو المجلس الوطني، وكاينه الرساله اللي قلنا نتاع الاخ الكاتب الاول. قالت لي اجي نهضر معاك على انفراد. مشات قالت لي واش راه هذا الشيء دار فيه مجهود وتخسر فيه الفلوس بزاف، واش راك جاي ترون؟ ليس من مستواي ان اصل هذا الشيء، الا كنت غادي نرون. قلت لها هاكي الباج، عطيت لها الباج والملف. قالت لي خذ الملف. قلت لها لا. كانت الجلسه الافتتاحيه فهي مفتوحه للعموم. مشيت قالت لها جيت جلست في الصف الاول. قلت لها لا، جيت في الصف الاخير. سمعت الكلمات، جميع الكلمات اللي كانت تما نتاع الاخ الكاتب الاقليمي تاع فرنسا، الممثلين الحزب الاشتراكي العمالي، الكلمه نتاعها هي والكلمه كانت تاع الاخ الكاتب الاول. من بعد رفعت الجلسه، مشاو تغداو، رجعنا. لقيت بالاخ المنوزي هو عضو المكتب السياسي، وكان بصحبه الاخ شاكيب هو الكاتب الاقليمي تاع فرنسا. قلت له ودي راه هادشي اللي كيدير ماشي معقول. وطلبت من الاخت فاتحه السداس، قلت لها واش عندك جوج دقائق؟ قالت لي لا راني مشغوله. لا ما عنديش شغل، راني مشغوله. دونك مشيت بغيت ندخل، قال لي الاخ المال قال لي ماشي مشكل الباج، وهذاك الباج كمؤتمر ماشي مشكل. جيت ندخل لقيت واحد الاخ مهذب محترم في الباب، قال لي ودي ما يمكنلكش تدخل، ما عندكش الباج. قلت له صافي. ما قالكش انا كانت اوامر من عند اي شخص معين او لا غير باعتبار انه هذيك هي الاوامر التي تعطى اليه. كاع اي واحد انسان كيكون في اللجنه التنظيميه عنده اوامر. الانسان اللي ما عندوش الباج ما يمكنلوش يدخل. هو اوامر نتاع اكيد نتاع عائشه الموزي اكيد. هل تعتبر هذا السلوك هو طرد في حقك من المؤتمر الخامس؟ انا اعتبر انه يعني اكبر اهانه تعرضت لها من بعد 36 سنه في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. ان امنع من بعد 36 سنه في الاتحاد الاشتراكي، امنع من حضور مؤتمر وعندي كاع الصفه باش انني يمكن لي نحضر. اذا رغم انه قلت لهم انا ما مستعش نطلع الكتابه الاقليميه، ما يمكنليش نشتغل مع هذه الاخت في الكتابه الاقليميه، وبالتالي غادي نحضر كمناضل بالصفه اللي عندي، من حقي ان اناقش وان اعبر عن وجهه النظر ديالي وان اصوت. صافي. ولكن منعت. التقيت بالاخ الكاتب الاول وقلت له هذه الاشياء. ما كان الرد؟ قال انت طردت نفسك بنفسك. قلت له الاخ الكاتب الاول اعتقد انك كتسمع غير جهه معينه، كتسمع غير جهه معينه، وانك لم تعد لديك السلطه باعتبارك انك مؤسسه. الا كان نحتاكموا الرساله ديالك تبارك الله، الا كانت الخبيرات والهضره نتاع لي هذاك شيء اخر. اذا اعتقد انه الاخ الكاتب الاول انصف الباطل، قد انصف الباطل وتحيز. الان نعيد نفس التجربه انه اناس تلهفوا، ما عرفت علاش. انه كان راجع في المغرب راجع بانه عائشه باغيه تطلع للبرلمان وعطات واحد العربون تاع 40,000 اورو. لا اقولها انا، ولكن هذه
خرجت في مجموعه تاع المواقع، ومن بعد حتى الناس اللي كانوا يعني من داخل الحزب كيقولوها جات عبر المواقع، عبر الميساجات الى غير ذلك. اذا من هنايا